ريناه البارح، احنا ما ريناش برشا، احنا اكتشفنا من بعد في البوليس حالات اغماء وغاز مسيل للدموع يعني وقع استعمال كل اساليب اللي ما عندها حتى علاقه بكره القدم من اجل نتيجه مباراه. راهو التعصب الكروي والغل الكروي والكره واستعمال طرق بصراحه غير لائقه، لا علاقه بكره قدم. اللي صار البارح صراحة وصمة عار في العلاقة الأخوية بين تونس والجزائر. فما تعصب، فما الشاذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه، اللي تحكي عليه أنت. راهو نحكيو على شرذمة توا ولا أوبينيون كامل في الجزائر الشقيقة. راهو نشوفوا في دي كومنتير على الوسائل التواصل الاجتماعي فيها غل وكره وحقد دفين لتونس. بصراحة أنا راني مانيش باش نأجج، مانيش باش نحكي، لا احنا ديما الروابط التاريخية والعلاقات هذيك ما تنجمش تتزعزع، لكن ولا فما نحكي كرويا الآن، لكن فما ما نعرفش طيار، فما اوبينيون توجه في الشقيقه الجزائر مجموعه من كل ما هو تونسي، كل ما هو فريق تونسي، كل ما هو نجاح رياضي تونسي، رغم امكانياتنا المتواضعه، رغم تيراناتنا الفضيحه نقولها، رغم الانفراستركتور المهترئه نتاعنا، لكن قاعدين ننجحوا. ترشحنا لكاس العالم، الفرق نتاعنا على الصعيد الافريقي، الفرق نتاعنا كي الترجي، كي النادي الافريقي، كي النادي الصفاقسي، كي النجم الساحلي، كي النادي الافريقي، كي كل الفرق نتاعنا، كي الاتحاد المنستيري، كي البقلاوه، قاعده تفرض، قاعده تعمل في حاجات بلوز او موان بوزيتيف. لكن نلاحظوا واللي لاحظنا هرسله كانت يعني اسلوب بصراحه انا ذكرني نيس في فتره التسعينات في الافريق شنو قاعد يصير، شنو تقلق في الناس ما تخليهمش يعملوا في لي سيونس دونترينمون نتاعهم، ابار الهرسله اللي صارت على الجماهير، ابار لونتري للتيران اون برانسيب تطلب منك نص ساعه، فريق عمل ساعه واش باش يدخل للتيران، وكل انواع التهديد وكل انواع الهرسله وكل انواع الضغط وقع استعمالها. شنو حجر ودبابس ومازلنا نحكيو على حجر ودبابس 2024. فيقوا يا خويا الناس المسؤولين على الكره صارت حتى من بعض اللاعبيه منهم الطيب المزياني اللي امس بالايام كان يلعب في تونس. شنو اللي قاعدين يعملوا الاخوه المسؤولين مع كل احتراماتنا ليهم؟ الاخوه في الجزائر يا اخي سامحني يا اخي، سلامه الجماهير وسلامه الفريق اهم من اي رهان رياضي من اي مباراه. لا لازم تكون راهو الرساله واضحه، احنا علاقاتنا التاريخيه، احنا نحترموا الناس، جاوا بحذانا لهنا. وشنو الريزونمون؟ انا حبيت نشوف ريزونمون هي لي زيكس اكسيدون اللي صارت في مقابله الترجي الرياضي التونسي في موسم الفرد، هي هذيك صارت اوكي. ولكن الاتحاد ضيف الام سي احسن ضياف يعني في تونس. نعرفوا في فما مثل ولا فما برانسيب اللي هو المعامله بالمثل. ما نحكيوش على معامله بالمثل بين تونس والجزائر، بلد واحد راهو عيب تشوفوا الشيء اللي ريناه البارح. بما وجه غدوه فريق الجزائري باش يجي لتونس لهنا، وبما وجه يا سيدي تعديت يا سيدي، ما بالنسبه ليك الاستحقاق الرياضي يا سيدي مبروك عليك وتاهلت. تنجم غدوه تلعب مع ترجي ويصير مشاكل لا قدر الله. ما نحكيش على الميدان وما نحكيش على راهو فما اخطاء صارت من انا بتاتر تصريح نتاع محمد الساحلي، بتاتر انا كنت حكيت انا ونيس البارح قلنا راهو فما مونك ديكسبيريونس افريكان. محمد الساحلي مستانس ما يعرفش الاجواء هذه، ما كانش عنده فكره، بتاتر في التحضير الثاني ما عرفش كيفاش يوصل الميساج ولا ما حضرهمش وهي دو تيل فاسون الفريق خسر في اخر 10 دقائق. رسمي للاتحاد المنستيري امين شرف الدين تابع المباراه بكل تفاصيلها وعنده حيثيات. ماذا حدث؟ شنو اللي صار امين البارح؟ صحيح البارح رينا خلينا نقولوا احنا متابعين، رينا معناها في بدايه شوط معناها العاب ناريه، معناها لاعب يشوط تماس يلقى بحذاه يلقى افلام ويلقى عندنا فيديوهات كيف بعد ما تظفرت ضربه جزاء نشوفوا في الكريموجين، معناها احنا كنا نحسبوا انه هذا فلام ولا حاجه ولا يطلع كريموجين، وخلت حتى الاربيتر معناها ما عادش ينجم يرى، لكن الاربيتر هز الكره ومشى يلعب حط الكره في البيلانتي، والاربيتر ماذا بين الماتش يشوفها معناها انه تلعب بيلانتي ويظفر بعدها شادت البيلانتي، شاد احمد سليمان، نشوفوا لاعب مستير مشى باش يهز الكره معناها من بحث جهه الركنيه، نلقاوه كان هرب يجري، ونلقاو شفنا كان الاربيتر زفر نهايه المباراه. هذوما فيديوهات مش عارف كيفاش كريموجين تبعث للاعبين، هذه غريبه شويه. كريموجين معناها تصور نحسبوه من جماهير المولديه والا لحد هذه اللحظه ما نعرفوش اسكو كريموجين يدخل من جماهير او من طرف اخر، من تو ما نعرفوش الاسباب. تصور فلامات هذوما مادام خارجين من المدارج. لا هذوما كريموجين مش الفلام ما ينجمش يوصل كريموجين نعرف الامن كريموجين الفلام ما ينجمش يفوت وسط راك حتى كي هو الصفحات نتاع المولديه تحدث على انه الامن هو الامن حتى بعد الماتش معناها جمهور مستير قعد سور تيران معناها هبط للغازون، الجماهير المولديه قالت لهم معناها مش احنا معناها الامن هو اللي عمل، واستدراو مازال اول ماتش جديد بعد الماتش معناها راهو ولا كله مكسر، الظروف كانت صعيبه الاتحاد المنستيري كيف
كيف بعد نهايه المباراه اللاعبين داخلين الفيستير يلقاو فيديو اخر موجود عندنا، يلقاو اعتداء معناها من اطراف ما عرفش شكون هي الاطراف هذه، اسكو لاعبين مولديه مش لاعب خاطر المدرب محمد فوضى. شوف الفوضى فوضى الممرض نتاع اللاعبين، اول مره الحقيقه نشوفوا فوضى كما هكا بصراحه مش عارف شكون الاطراف هذه اللي موجوده في الممر هذا قدام حجرات فريق الاتحاد المنستيري. شوف الاعتداءات واضحه، الاعتداءات جلية، وفيديو موثق. هذا طبعا يوثق الاحداث اللي هي غريبه شويه، غريبه. كيف حكى المدرب محمد الساحلي، قال ظروف صعيبه عشناها، خاصه انه وصلنا متاخر للميدان، معناها وصلنا 30 دقيقه وهنحكيو بعد نشتغلوا. قال معناها وصلنا متاخرين 30 دقيقه وظروف كانت صعيبه، حتى باش تهبط التشكيله على الصفحه الرسميه للاتحاد المنستيري كانت لقات ظروف صعبه برشا معناها باش تهبط الفورماسيون سور باج انترنت، معناها ظروف عاشتها برشا صعيبه الاتحاد المنستيري قبل المباراة وفي بين الشوطين وبعد المباراة. نتصور هذه مباراة كرة قدم، معنا ما نتمناوش تصير هكا وما الا الاخوات. اما المدرب قال فما لاعب من مولود الجزائر قال له مدرب صحيح احنا اخوات، لا ما لازم يصير هكا باش نجموا نترشحوا للمجموعات. الاتحاد المنستيري تكتم حتى على النزل وين يقيم، هو بعيد 20 كيلومتر على الملعب باش يتجنب، كان ممكن عنده استباء يجنب الاحداث والشغب اللي صار. وحتى حصه التمارين كانت وقع اجراؤها قبل المقابله، نورمالمون تكون في ملعب الحصه النموذجيه في الملعب الرئيسي، وقع معناتها برمجه الحصه التدريبيه في ملعب مانديلا، في ملعب الفرعي في مانديلا، ملعب سيء جدا، ارضيه سيئه للغايه، اني نعتبرها مرعى نتاع ناشئ ماهيش ملعب لممارسه كره قدم. اون بليس معناتها الفريق تعرض عند دخول الحافله ما دخل الملعب الا 55 دقيقه قبل انطلاق المباراه، معناتها ضغط الوقت وضغط الجماهيري ما خلتش الحافله نتاع الاتحاد المنستيري تمر، معناتها دونك المضايقات بدات ما قبل المباراه وتواصلت خلال المقابله وما بعد المقابله. كنا نشوف يا جماعه هذا أنا واحد من الناس عشته 2007 وقت اللي رحنا مشينا للتزوز وعشنا نفس الوضعيه اللي عاشته الاتحاد المنستيري كوبي كولي، ولكن هاو باقي نفس الشيء، ما تعضوش. المفروض ياخذوا على العبره من الشيء هذا، والكاف على الاقل نهار اللي تضرب الكاف مره فريق تو الناس الكل تتربى. اما ما دام تو الخطيه مش تجي معروف ان مآلها مش تجي خطيه والفريق مش يتاهل. اما الى متى باش نقعدوا هكا؟ الواحد شنو يمشي يهز معاه 20 كارت كور، يامن روحه من هنا يهز معاه. من المفروض انه المراقبين نعرفون كيفاش يجيو فانا ظروف، ونعرفوا الاجواء كي تبدا تلعب في ميدانك كيفاش تصير المعاملات. فهذا الكل لو الاتحاد المنستيري يمكن تقول لي بون المستيري والجماعه اللي فيه معاه الكل عندهم الخبره الكافيه نعرفوهم، مشاو قبل وسافروا، ولكن الجو هذا اللي عاشوه كله كان محضر، ما كان السيناريو خاطر عارفين اليوم على ارضيه الميدان صعب المباراه، وشفناها الاتحاد المنستيري قعد يمكن 80 دقيقه هو صامت، لكن 10 دقائق اللي جاء فيهم الهدف الاول وبعد جاء الهدف الثاني وقتها انا ايزون تو باردو، وهذاك السيناريو كان محضر. شفت معناها الاجواء، وان شاء الله ينصفهم الكاف تنصفهم.